مرحبا بنات، شلونكم؟ هاليوم حبيت احكي لكم عن فرق بين فيتامين سي من سادور وفيتامين سي من ماركة ديسار. طبعا الفيتامين السي من ماركة ديسار بنات يبيض البشرة وتنطي نضارة كلش حلوة البشرة. أنا صرت مدمنة عليها، كل ما تخلص اشتري منها، ومرات قبل ما تخلص أروح اشتري منها. طبعا بفضلها استغنيت عن شنو؟ عن الأساس. ماذا أحط؟ هالقد فاونديشن، أحط فيتامين سي بشكل مستمر من أريد أطلع، وأخلي فوقها الحمار والخدود. كلش أنصحك بيه بنات، وأسعرها كلش مناسبة، سعرها بين 8000 إلى 5000. أكو أماكن يبيعوها ب5، أكو أماكن يبيعوها ب8. كلش تعشقيها. بس شنو؟ الفيتامين السي من ديسار ينفع أكثر شيء اللي بشرتهم حنطية أو بيضاء. ونجي على فيتامين سي من ماركة سادور. طبعا بنات ما يبيض البشرة، لكن شنو؟ فقط تنطي نضارة كلش حلوة البشرة. بنات نفس الشيء، أكثر شيء ترهم اللي بشرتهم حنطية والبيضاء. مع الأسف اثنيناتهم البشرة السمراء ما تستفاد منها هلقة. وفيتامين سي من ماركة سادور بنات تنطي نضارة، يعني إذا خليتيها هاليوم لحد 2-3 وجهك يصير بها نضارة كلش حلوة. وسعرها أنا أخذتها ب8000 دينار. كل كوزمتيك مخلين إلهم سعر محدد، فكلش أنصحك بيه. فالفرق بيناتهم شنو؟ فيتامين سي من ديسار يبيض البشرة، تنطي بياض فوري للبشرة. مثل ما قلت لكم أنا صرت أستخدمها بدل الفاونديشن. هواية أماكن أروح ما أخلي فاونديشن، وأخلي فقط فيتامين سي، وأخلي خدود وتنت أو حمرة، أي حمرة عندك، وها هي أمشي أموري بيها. وبيها كمية يكفيك فترة كلش هواية. أنا حتى أستخدمها لإيدي، حتى أخلي منها على إيدي على رقبتي. لكن فيتامين سي من ماركة سادور ما يبيض البشرة، لكن تنطي نضارة كلش حلوة البشرة. وأكثر مرات همين شنو؟ أخلي منها وما أخلي فاونديشن. فأنصحك إنه تشترين اثنيناتهم، فيتامين سي ومن ماركة ديسار، وفيتامين سي من ماركة سادور، وأسعارهم كلش مناسبة، وبيهم كميات كلش هواية. لكن فيتامين سي من ماركة ديسار كميتها الكمية مالتها أكثر من فيتامين سي من ماركة سادور، فأنصحك بيهم. وخاصة هاي تنطي رطوبة كلش حلوة للبشرة.